بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما كالعادة رجاء أنصتوا يرحمكم الله. إذن في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني وإياكم في هذه اللحظات نتناول فيه موضوعا مهما، وهذا الموضوع أحببت أن نسميه موضوع المعادلتين. أحببت أن أسميه موضوع المعادلتين، لكن قبل ذلك أردت أن أنبه إلى مسائل مهمة. الله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. يعني لا عزة، أو من ابتغى العزة في غير طاعة الله تبارك وتعالى أذله الله تبارك وتعالى. من منا لا يريد أن يكون عزيزا؟ كلنا نريد أن نكون أعزاء في دنيانا، في حركاتنا وسكناتنا، أينما حللنا وحيثما ارتحلنا أردنا أن نكون أعزاء. هذه الآية مباشرة بعدها يقول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية من سورة فاطر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو هذا الكلم الطيب الذي يصعد؟ وإلى أين يصعد؟ وما الذي يرفعه؟ هذه الهاء، هذا الضمير المتصل على من يعود؟ لا شك أن المبتغى والقصد وراء جميع عباداتنا هو دعاء الله تبارك وتعالى، ونرجوه ونتوسل إليه أن يستجيب لنا، أليس كذلك؟ نريد أن يستجيب الله عز وجل لنا البغي منها والصيام وهذه العبادات وحضور مجالس الذكر مثل هذه، والحج والصلاة والتبكير إلى المسجد وما إلى ذلك. كل هذه الأعمال يتخللها الدعاء، ولا ندري هل نحن مقبولون عند الله تبارك وتعالى أو لسنا مقبولين. أردت بمعنى إذا أراد كل واحد منا أن يضمن أن يكون هذا الدعاء مستجاب عند الله تبارك وتعالى، لا بد له من عمل صالح. هذا العمل الصالح والذي يرفع هذا الدعاء إلى الباري جل وعلا. هذا العمل الصالح هو الذي يرفع هذا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. طبعا تجدون في التفاسير أنه يراد به أن العمل الصالح يرفع التوحيد، أن يشهد الإنسان توحيد الله تبارك وتعالى في الألوهية والربوبية والصفات وأسمائه الحسنى، وأن لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. فمن مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الأعمال التي تتفرع عنها، لأنه من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا قيمة لعمله، لا قيمة لذلك العمل. أعمالنا قلت أو من مقتضيات لا إله إلا الله أن تؤدي عباداتك كما أرادك الله تبارك وتعالى وكما أمر، وأن تنتهي عند نواهيه كما نهاك. إذن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا يرفع صاحبه، يرفع قدر صاحبه عند الله تبارك وتعالى. قالوا يعظم ذلك العمل عند الله تبارك وتعالى. قالوا يجعل ذلك العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى، ويجعله مرجوا عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث رواه القرطبي، وجدته عند الإمام القرطبي في تفسيره القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل قولا إلا بعمل. والقول هنا يراد به العلم، إلا بعمل. ولا يقبل الله عز وجل قولا وعملا إلا بنية. ولا يقبل الله تبارك وتعالى قولا وعملا ونية إلا ما كان قائما على أساس السنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون صوابا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ضروري أن الإنسان يعلم ليعمل. لا بد له أن يعلم قبل أن يعمل. كثيرا ما وقعت مطبات كثيرة لا لشيء إلا لأن صاحبها لم يسأل قبل، فلما وقع الفأس في الرأس سأل وجد ذلك الأمر الذي أقبل عليه لا يصح. إذن لا يصح عمل قبل العلم. وأنتم تعرفون سيدنا عمر قال: من لم يتفقه في سوقنا، من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. إذن ينبغي أن يكون القول موافقا للعمل، والعمل أن يكون مصاحبا بنية خالصة لله تبارك وتعالى. وهذه النية لا تكفي وحدها، ينبغي أن تكون صوابا أي مستقيمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المقدمة التي أرجو، يعني ما قلت لكمش اسكتوا، يعني من حق الضيف على المضيف أنه على الأقل يحترمه، حتى إذا ما تسمعنيش ما تهرش على الأقل. ترى نقول اشياء اخرى عند سنين الشيخ على بالك يعود الكلام الجانبي شنو واحد يخليك الداخل يخرب الشيء في مخك. يا رجاء تجمع اصلا مش الاكسار في الحقيقه، يعني يسمحوا لي انا ضيف وما يصحلكش انت تضيع العمل بتاعك. شوف لو كان تقعد يا اخي الكريم بعد صلاه العصر تصبح على الموضوع بتاعك، فانت في صلاه في مكانك، فانت في صلاه ما دمت لك في مكانك. وما بغاش يسمع، ما بغاش يسمع يخرج. اذا لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياه لمن تنادي ولا نفخت فيها اعضاءك ولكنك تمحو كفرا عليه. اذا قلتنا بهذا التاصيل الذي أرجو أن نستصحبه معنا فيما ذكرت لكم قبل قليل في هاتين المعادلتين اللتين أردت أن أذكرهما لكما على سبيل التمثيل، عليهما فقس. لكن فقط أنا أقول لك أخي الكريم
أن تستصحب ما ذكرت لك في هذه المقدمة، لأن المقدمة مهمة جدا. خليه معك تربطه مع الأحداث اللي راح نوضحها لك. هناك قصتان، ربما الجميع يعرف هاتين القصتين. الأولى رواها الإمام مسلم في صحيحه، والراوي هو سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا اسم أبا هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله. أسلم في السنة السابعة للهجرة وتوفي سنة 59 للهجرة، قيل عن عمر حوالي 78 سنة. والحديث الثاني رواه ابن عمر وهو عند البخاري ومسلم. نبدأ بالحديث الأول. الحديث الأول نتاع سيدنا أبا هريرة رواه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة شهيد. أنت تسمع شهيد، وأنتم تقرأوا في سورة النساء الذين يراد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء قبل الصالحين، مجموعين كامل أبواب العطف، وهو العطف يعني معطوف، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، مقام كبير. شهيد يعني مات مدافعا عن الدين وعن الوطن وعن الإسلام، فتوفي في ساحة المعركة والناس يرونه شهيدا. والشهيد تعرفوا أنه لا يغسل، تعرفوا الشهيد يروح للجنة. فيؤتى بهذا الشهيد يوم القيامة يعرفه الله تبارك وتعالى بالنعم التي أنعم بها عليه فيعرفها. أساسا هو هل يستطيع أن ينكر؟ حينها يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود. فيعرفه الله تبارك وتعالى بنعمه فيعرفها، فيقول له طبعا وهو أعلم به منه: عبدي ماذا فعلت بهذه النعم، بنعمة الصحة والقوة والشجاعة التي أنعمت بها عليك، ماذا فعلت؟ قل يا رب إنك تعلم أني قاتلت في سبيلك ولم أترك ولا مجال ولا مكان إلا وقتلت في سبيلك، ولقد مت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يعلم به إن كان صادقا أو كان غير ذلك. فماذا يقول له؟ يقول له كذبت، وهو في أعين الناس هو شهيد. كذبت، وإنما قاتلت ليقال، ايش يقولوا الناس؟ ليقال جريء. جريء يعني حاذق، يعني شجاع، يعني بطل، يعني الناس يقولوا مضار فلان شفناه يقاتل ما شاء الله. قاتلت ليقال جريء، فقد قيل فيسحب على وجهه فيلقى في النار. واحد. اثنين، يؤتى بالثاني تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وقرأه، فيعرفه الله عز وجل بما أنعم عليه من نعمة العلم، وقد جلس ويدرس على الناس وينصح الناس ويعظهم، وربما وقف خطيبا في 100,000 فبكوا جميعا من موعظته، وربما بكوا جميعا من موعظته. فيعرفه الله تبارك وتعالى بنعمه عليه فيعرفها. أصلا لا يستطيع أن ينكر، لا يستطيع. فيقال له: عبدي ماذا فعلت بهذه النعمة التي أنعمت عليك بها؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني علمت الناس فيها، أني تعلمت العلم في سبيلك، لقد سافرت إلى كذا، ورحت درست في الشام، ودرست في قسنطينة، ودرست في المريخ، ودرست في زحل، ودرست في عطار، وجبت علم وكذا، رحت للقمر وجبت علم وعلمت الناس بوجهك الكريم، ولقد قرأت
لوجهك تعالى لا لشيء. فيقال له كذبت، ولكنك علمت الناس ليقال فلان عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل، فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ويؤتى بالثالث وكان قد أنعم الله تبارك وتعالى عليه من أصناف الأموال ما أنعم عليه. هذه محلات وهذه شاحنات وهذه سكنات وهذه أموال وهذه حافلات ومناصب وجاه وحسب ونسب ومركز وسلطة وقوة وهذا ما جرى. فيعرفه الله تبارك وتعالى بنعمه عليه فيعرفها فيسأله وهو أعلم به منه: عبدي أعطيتك هذه الصنوف من الأموال، ماذا فعلت بها؟ فيقول: يا ربي إنك تعلم أني ما تركت سبيل خير إلا وكنت مبادرا إليه. بنيت جوانا وفرشت العتيق وفرشت أبا ذر وفرشت الهداية، أنا أمثل فقط. وضريت الجامع الفلاني، بنيت جامع في قسنطينة وجامع في كذا، وجاب واحد المرة 100 واحد وقلت لهم الشرط تاعهم كامل، الزواج تاعهم كل عليا زواج 100. أنا أضرب أمثلة هي كارتجانا فقط. درت هذه الأشياء هذه. وفلان أغدقت عليه بأموال، وفلان فعلت كذا خيرات لوجهك الكريم يا ربي إنك تعلم أنها لوجهك الكريم. فيقول له الله تبارك وتعالى وهو أعلم به منه: كذبت، ولكنك فعلت هذا ليقال فلان جواد ما شاء الله كريم، فلان يعني ما شاء الله شوفوا شي مد، والله كنت شوف اليوم سبحان الله العظيم قدام الناس مد كذا مد كذا، هو بنى كذا، هو فعل كذا. فيعرفه بنعمه عليه ماذا فعل، فيقول: يا ربي إنك تعلم أني ما ضربت باب خير إلا ولقيت عليه وكنت مشارك فيه. يقول: كذبت، ولكنك فعلت هذا ليقال مبراك، ليقال فلان جواد وكريم. فيسحب على وجهه فيلقى في النار. حديث عند الإمام مسلم. هذه المعادلة الأولى حطوها، ديرها في المخيخ، ديرها في الميموار ميموريزين، خليها نجي. نروح المعادلة الثانية. يروي لنا سيدنا عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم 3 نفر، 3 الناس خرجوا. هذه الرواية وجدتها مبثوثة عند كثير من المحدثين، المعنى تقريبا كله متقارب حتى عند البخاري ومسلم، لكن فيها زيادات ونقصان وكلام، لكن هي تصب في نفس المصدر، يكفينا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم 3 نفر، 3 الناس خرجوا في أحد الأيام. في رواية أصابهم المبيت في الجبل فباتوا في مغارة، في رواية لا، خرجوا يتنزهون في جبل فأصابهم المطر فلجأوا إلى مغارة كنان، مغارة كبيرة. قال كي يفوت المطر ونخرجوا نروحوا، فأووا إلى تلك المغارة، قال كي لما يحبس المطر نخرج نروحوا. وإذا به غزرت المطر والشرى انجرف التربة في جبل فيه صخور، انجرفت التربة من تحت الصخور فتدحرجت صخرة كبيرة غلقت عليهم الغار. سد المنفذ، لا ما وصلكم، لا مخرج لكم من هذا المكان. حاولوا بكل الطرق أن يزيحوا هذه الصخرة، لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، وأدركوا أيقنوا أنهم هالكون.
قطعا راح يموتوا لنا واحد ما جاب عليهم اخبار. قالوا لن ينجيكم اليوم الا اعمالكم الصالحه. كل واحد منكم يتذكر ارجى عمل عمله لله تبارك وتعالى فليتوسل به الى الله تبارك وتعالى لعل الله عز وجل ان يفرج عنا. فبدا اولهم قال أولهم اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني في أحد الأيام أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كان عندي يعني، وكنت أرعى غنمي، وكانت عادتي أني إذا عدت أحلب شياهي. العادة العرب قديما ليش مرة تحلب الشياه، الرجل هو من يحلب الشياه، أحلبها ثم أناول أبواي غبوقهما. شرب الحليب في المساء يسمى الغبوق، ثم بعدها أتناول حليبي عشائي أنا وأبنائي وزوجتي. في إحدى الأمسيات حبست مع غنمي أو في شجر، يعني في الروايات أحتطب حجرا، تأخرت وإذ بي حقت البيت لقيت والداي رقدين، لقيت بابا وماما رقدوا ولا شيء عشاء. في رواية قال جبت الحلاب نتاع الحليب ووقفت عند، تأملوا جيدا هذا البر وهذا الإحسان، يعني أناس يحبوا والله شوف دير واش تحب على روحك، لكن هناك إحسان ما بعده من الإحسان. قال جبت الحلاب تاعي وقفت عند راس والدية وما نوضتهمش على كل الأدب هذاك. أنا كي نقول لك هذه الأشياء أخي الكريم، أنت دير مقارنة بين واش تسمع في القصة هذه في الصحيح وبين أحوالنا احنا مع والدينا اليوم، كيفاش علاقتنا احنا مع والدينا اليوم. شوف كل واحد منكم قطعا وعنده على باله شاف البعض كيفاش راهو يتعامل مع باباه كيفاش يتعامل مع امه. جاب الحليب قال وبقيت عند رأسيهما ما نوضهمش، نستنى غير يحلوا عينيهم نقول لهم تعشى اركض تعال. في هذه الرواية أو في الرواية الأخرى قال وأبنائي يتضاغون عند رجلاي، يتبكاو عند رجليا يريدوا العشاء، استناوهم الصلاة يتضاغون، قالوا بكاو حتى رقدوا من الكعب وما مديت لهمش عليهم ولا الأهل ولا أنا. قال لما اقترب الفجر صحى والداي ما بلغهما فقدمت لهما حليبهما، ثم ما بقي تناولته أنا وأبنائي وأهلي. يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر لوجهك الكريم فاخرج عنا هذه الصخرة نخرج. قال فخرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الأمر لمن بالله عليكم؟ لمن الأمر؟ لله. لمن الملك؟ لله. هذه الصخرة جند من جنود الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أمرها انزاحا. عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذه القصة هذه في زمان غابر لنحن وتبقى احنا نحكيوها احنا باش ناخذ منها العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديث مفترى. هذه يعقل الإنسان تنزاح هذه الصخرة لكن لا يستطيع الخروج، لكن شاف الضوء. الثاني استسمحكم صعروها إجمالا، أرجو تروحوا تقراوها يعني، لكن ما أصعروها لكم إجمالا لأني شفت بأن هذا الدرس يسمعوه عائلات وكذا. فوجدت الفرصة أن يعصي الله عز وجل في امرأة كان يحبها حبا شديدا، ولما تهيأت له الأسباب ترك كل الذهب الذي أعطاه لتلك المرأة وذهب. حين قالت له اتق الله، فقال لها أنت خفت الله عز وجل في هذه الظروف وأنا مع هذا اليسر هذا ما خفش رب العالمين. قال فتبت إلى الله تبارك وتعالى.
فإن كنت تعلم أني خبيت هذا الأمر أنا كنت قادر ندير المعصية هذه وما درتهاش لوجهك الكريم. إذا كان علمت صدقي في هذا العمل فرجعنا الصفرة هذه وفرجت الثلثان فجاء الثالث قصة عجيبة. قال يا رب اللهم إن كنت تعلم أني في أحد الأيام كان عندي عمل فاستأجرت أجراء قاموا لي بالعمل هذا، اتفقنا على فرق من ذراع على المسطورة الميس، اتفقنا هاي الأجرة تاعك. قال لما انهينا مديت كل واحد حقه، بصح واحد الفاضي يدير الأجرة نتاعو خلاها لي وراح يا ولدي بتاعك مشاوح احنا واش نديرو؟ راح دبر راسنا اللي خلينا نديتها له باش يديها احسن له حال نخبيها له هكذا خبيها له. قال فثمرتها له حتى صارت اموالا. وبعد حين في الروايه بعد حين سنوات هذا الرجل اشتدت به الحاجه طاح به في يوم من الايام، رجع قال له تعرف هذاك العام خدمت عندك بفرق من دولار مسطوره اعطيني الاجره تاعي ربي طاح بي محتاج يا اخي اعطيها هذا القابل خلينا نعطيك انا هاي قنطار ما قمح ولا قنطار مسطوره نعطيها لك هكا الحاجه سلم مسطوره نعطيك مسطوره تاعك وانت راضي. قال له أترى تلك الإبل وتلك الغنم وتلك الأبقار وأولئك العبيد؟ قالوا نعم. قالوا هي لك. قال له أتهزأ بي؟ قالوا لا، إنما هي أموالك ثمرتها لك فالله تبارك وتعالى ثمرها لك وصارت ما صارت. قال فأخذها كلها ولم يترك ولا شيء، أخذها كلها. يا رب إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر لوجهك الكريم فافرج عنا هذه الصخرة حتى نخرج. فرجت الصخرة وطاحت الحاد خلاص وخرجوا وعادوا وروحوا إلى بيتهم. هذه هي المعادلتين، المعادلة الأولى في السلب، المعادلة الثانية في الإيجاب. إذا استصحبت المقدمة تكون عرفت وش حابين نقولوا من الدرس. الله الإخلاص لله تبارك وتعالى أحبة المسلمين. الله أن تصدق أمرك الله تبارك وتعالى وأنت في هذا الشهر الكريم. تصور لو أنك في لحظة من اللحظات تعرف واحد فقير قال فلان فقير، نروح في وقت اللي ما يعرفني حتى واحد وندق عليه ونحل عليه بعد ويجي مروح ونقول له ما تكشفش عليا حال خليها بيني وبينك. في لحظة من اللحظات تصدق في دعائك بينك وبين ربك ما شفني حتى واحد. ارفع يدي الله عز وجل اسالك بارجى اعمالي لله تبارك وتعالى. ايامنا هذه ايام دعاء، ليه سندي الله تبارك وتعالى في هذه الايام، خاصه ادبار الصلوات، خاصه في الليل. يرجى ان يصاب في الانسان ليله القدر فيما بقي من رمضان، ان يجتهد الانسان في العمل الخير وفي الدعاء، لأن هذا الدعاء يرفعه هذا العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا الذي أردت أن أقوله لإخواني، أننا شوفوا هؤلاء الثلاثة الجانب السلبي في الحديث الأول رغم أنه مات شهيدا ويراه الناس شهيدا، يراه الناس مات شهيدا ولعله كل المدينة مشات وصلت عليه، لأن صلاة الجنازة أصلا هي مش صلاة، هي شفاعة. نحن أصلا في المذهب المالكي ما تقرأ لا فاتحة لا من الأول دخل دعاء حتى الفاتحة ما كانش، مش صلاة هي، إنما تسمى صلاة تجوز فقط. عند غير المالكي يقولوا في الركعة الأولى نسموها نقرأوا الفاتحة، مع عند المالكي قالوا لا من البداية للنهاية نقرأوا الدعاء. لا نقولوا يا رب احنا جينا شفعاء لهذا فتقبلنا شفعاء، فإن كان أهل للشفاعة شفع له، وإن لم يكن أهل للشفاعة لم يشفع له. إذن أقول أيها الأحباب هذا مع ما يطرأ لنا أن هذا الرجل ما أكثر ما صنع من خيرات، مات شهيدا، كم تصدق هذا الرجل
كم أعطى هذا الرجل، كم قرأ بنا فلان الفلاني. تعرفوا العلماء كانوا كيتكلموا على النية يخرون بالدموع يبكون، يخافوا لأنه تصور أنت كل هذا العمل هذا، وقد مر معنا ساعات الندم الدروس الحوالي من ساعات الندم أنك ترى هذه الأعمال جبال من الحسنات تذهب هباء منثورا. أنت تسأل الله عز وجل يا رب رغم نقص عملي، لكن أرجو منك لكرمك وجودك ورحمتك أن تتقبله خالصا لوجهك الكريم، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل شريكا معه. مع ما نراه من هذا شهيد وهذا أنطق وهذا عالم وهذا كلام، لا تغتر، تبقى دائما الله تبارك وتعالى هو أدرى. وأنتم تشوفوا الشافعي لما حضرته الوفاة يسأل تلميذ المزني كيف أصبحت يا إمام؟ يقول له أصبحت من الدنيا رحل وعلى الله مقبلا، ولا أدري أتصير نفسي إلى الجنة فأهنيها أم تصير إلى النار فأعزيها. ماذا نقول؟ في المقابل هذا راعي غنم في الجبل ربما ما عندوش فقه كبير، ما يفتي للناس، ما يعرف ما والو، ربما مش اسمحوا لي في العبارة هذه عجوز كبيرة سألوها قديما يا أمه كي تصلي واش تقولي؟ مولدين ما نعرف والو، انا كي نوقف في الصلاه والله اكبر ونقول نسيت الاسم اللي يعرف يفكرني فيه، فلانه اسم ربي وربي اسم فلان، الله اكبر. ميمونه تحضر هكذا ميمونه هاي واحد العجوز كرهوا عليها العجوز. قصه صارت مع الفخر الرازي في شوارع البصره، تطلع عجوز كبيره على النافذه تشوف غاشي كبير وروح الشيخ وش صار هذا وش كاين؟ ما تعلمين اللي معها اهلها وبناتها راهو العالم الكبير الفخر الرازي، ومن يكون ما عندهاش علاقه بالعالم هذا. تعرف شكون الفخر الرازي الذي هما حابين يقربوا هذه الفكره. يقولوا لها العالم الذي وجد في روايه 1000 دليل ودليل، في قصة أخرى 100 دليل ودليل لوجود الله تبارك وتعالى، وسخرت منهم ضحكت عليهم. تعرفوا اللي جبت عليهم؟ قلت لهم العالم هذا لو كان ما في قلبوش 1000 شك وشك محتاج إلى 1000 دليل ودليل. طعم حتى طبعا الرازي لم يوجد هذه الأدلة له، إنما أوجدها لأن في العراق كان بزاف العجم اللي دخلوا من العراق من دول فارس واليونان. العجم كانوا دخلوا علماء تحتاج أنه يثبت لهم وجود الله تبارك وتعالى، كان مضطر. الكلام هذا يلحق الفخر الرازي يسمع به. شوف العجوز وش تقول عليك، وش قال؟ اللهم ارزقنا إيمان العجائز أو الإيمان الصحيح. هذا وش حبيت نقول أنا يمونا مامونا استنى ربي وربي يسمع. شوف قبلها ربي بالإخلاص على لسانكم تقرأوا القصة نتاع لما لاحظوا الناقة نتاعه وأدرك أنه سيموت. رقد السنة في الأمة فجأة يحل عينيه يلقى الناقة نتاعه بالزاد بكلش بالقطن، يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الشيخ لكن الله عز وجل قال أخطأ عندي شدة الفرح إخلاصي لله تبارك وتعالى. لما تخلص شوف هذا راعي الغنم لما أخلص، شوف هذه الحركة هذه مع وديك تديك الجنة، تحل عليك باب كبير. نعم تحل عليك باب كبير علاقتك مع والديك، علاقتك انك تخلي معصيه لله تبارك وتعالى. هذا خلق الانبياء هذا، لكن ده وقت العاميه. سيدنا يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء فشيء من عباده المخلصين. اذا ترون ايها الاحبه اخلاص العمل لله تبارك وتعالى خاصه في هذا الشهر المبارك العظيم الذي تتضاعف فيه الحسنات والاجور. استغل الفرصة هذه أن يكون عملي خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ليش العبرة بالكم؟ العبرة بالنوع. الله تقدر تصلي ركعتين بينك وبين ربك تستحضر فيهم عظمة الله تبارك وتعالى ووقوفك بين يديه يوم القيامة، واليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طاف الدمعة وحدها في لحظة
لأني علاش يقدر ما يجينيش خشوع، بس نقول أين فلان وعلان راح دفنت وراح كذا وكذا، المرة الجاية قالت لي المرة الجاية هو يروح ركعتين طلع بهم الجو. جعل الله وإياكم يستمعون ولا يتبعون أحسنه. أعطوني الإخوة هذه الملاحظة هذه، سمحوا لي أقولها لكم. الإخوان قالوا كاين ناس يجيو للجامع مش ربما عن جهل أو كذا، يجي للجامع ويشغل الهاتف. نحب نستغل الفرصة، إذا جيت للجامع وتشغل الهاتف حاب تقرأ القرآن هنيئا لك ما شاء الله، مأجور وعندك أجر كبير. لكن فقط أنا نقول لك راكم أجر، بس فاتك شوية أجر، فاتك أجر النظر إلى المصحف، قرأ من المصحف كذا. وقلت أنا قرأ من البورتابل نتاعها، من البورتابل مش مصحف، فاتك أجر النظر إلى المصحف. أيوة حاب تقعد تقرأ ربي سهل، تستقبل القبلة وتقرأ في القرآن والمصحف بالبورتابل ربي سهل. أما إنك تجد البورتابل تلعب به تمد لي جول ولا كذا، الجامع ينزع على هذه الأشياء. الجامع مش تاع طلبة ما نطلبوش فيه، الجامع ينزع على مثل هذه الأشياء. هذا اللي يخليني كغثاء السيل. صارت الأمة تعيش الغثائية، صارت الأمة لا خلق لها لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ إن عايشة هكذا أكبر، عايشة دون هدف. الإنسان اللي عايش دون هدف يعيش كالتائه في الصحراء، لا يعلم أين سيذهب. هذا سيلقى حتفه في أي لحظة في أي مكان. وعلى هذا جيب البورتابل هنا باش لنا الإخوان اللي كيجيب يتفرجوا فيلم بونضام من هنا، مش فيه العراء وفيه كلام، شنو معنا الأشياء هذه في الجامع. إذا أنت تجي تلم الوزر، ما تجيش تلم الأجر. أنت إذا حاب تقعد في الجامع في الكريم تقعد تكون على طهارة. إذا تنقضك الوضوء تخرج من الجامع، البروسي تاعك تخرج من الجامع. لأن علاش؟ إذا كان وأنت على وضوء في بلاصتك الملائكة تسبح لك وتستغفر لك حتى تنقضك الوضوء. أي فرصة، لماذا تضيع الفرصة عليك؟ كاين درس اسمع الدرس، ما عجبكش الدرس ولا ما عجبكش روح اقرأ في المصحف، اذكر الله عز وجل، فرصة ما ضيعش. الله عز وجل يقول سنريكم أعمالهم حسرات عليهم سيأتي عليكم وسيتألم ألما شديدا. ما تضيعش هذيك الفرص أخي الكريم. كثرت الكلام بالصوت تكلمنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على القوم وجدهم يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن، حديث عن البخاري. ايش قال؟ نهاهم، قال لهم لا يرفع بعضكم على بعض، في رواية لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. سورة الكهف وين يستحب القراءة؟ في الجامع ولا في الدار؟ في الجامع. بصوت حسن ولا بصوت خافت؟ بصوت وفي الجامع. قالوا العلماء نقراهم في الدار خير بصوت حسن. علاش؟ كي تقرا في الجامع راح تشوش على فوق. هذا أصل تتصادم مع أصل آخر من تحليل الأعمال أولى من الإهمال. نوظفوا جميع الأحاديث، ولذلك ما دام صوت الكهف لازم نقراها بصوت حسن، نقراها في الدار. البيت اللي يقرأ فيه القرآن يبنى فيه خيمة من نور. فلماذا نجي نشوش على خلقنا في الجامع؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هالصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم خير منا الكل، والصحابة خير منا احنا، ومع ذلك كي غلطوا قال لهم غلطوا. لا يرفع بعضكم على بعض، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لينظر أحدكم بما يناجي ربه. أنت حاب تقرأ الصورة الفلانية ونفس الصورة الفلانية الأخرى، أنت حاب تقرأ أنا حاب نصلي، راح جلبني راح نبدي نعيش معاك، نولي ما نخشعش في صلاتي. أنا حاب تقرأ، أنا حاب ندعي، أنا حاب نصلي، أنا عليا ورد حاب نقضيه، نمشوش على بعضنا. إذا كان جيت للجامع وندير الأشياء هذه أنت آثم أخي الكريم مع الأسف. أنت جيت تلم السيئات وتروح. أنت جيت تلم تعمر الصاك تاعك من السيئات وتروح. سمحوا لي في العبارة، جيت للجامع ما تنساش تجيب معاك القرداش. تعرفوا القرداش الكبار يعرفوش، الصغار ما يعرفوش. واحد الحضرة فيها الشوك تاع الحديد منه ويديروا فيه الصوت هنا. جيب القرداش وروح نندب حتى تطلع العظم اللي هنا بشوية في الكرم. احنا جميعا نغني. مع الأسف البعض يشاهد أفلام، أنا بأن شنو الأفلام هذه في هذيك الباب هذا، سد هذيك ذريعة الفساد هذه في البورتابل هذا خلاص. أروح للجامع، اختلي مع ربك، هذا هو يدعو
سؤال ولا نختم ولا أدري مع الشيخ. وكنت حاب نقول لكم كثرت الهضره بزاف نتاع ناس يبدعوا في الناس ساعه والشيخ كاتب لكم زكاه الفطر 120 دينار 12000 خرج 12000 ما تشوفوش عندك يبقى. لو ممكن يكون توالي فرصه الشيخ حارة ندوه درتها الائمه على زكاه، درنا ندوه الائمه على زكاه الفطر واثبتنا بالدليل على ان خرجوا زكاه الفطر صواب ما نخرجوهاش قوت. اللي باش يفتي لازم يعرف الشرع يا جماعه، ما يكفيش تعرف حديث ولا زوز ولا ما يكفيش يا اخي الكريم تعرف القران كله بعامه وخاصه بمطلقه ومقيده بنسخه ونسخه، تعرف مواضع الاجماع مواضع الاختلاف مواضع، تعرف القياس، تعرف مقاصد الشريعه الاسلاميه، تعرف اللغه العربيه، تعرف اصول الفقه، تكون عندك فكره عن علم التخريج، تخريج الاصول عن الاصول، تخريج الفروع عن الفروع، تخريج الاصول عن الفروع، تخريج الفروع عن الاصول، وقرات الفقه المقام. انت باش تجي هكا بكل سهوله اضرب في الصيفه كل الناس اللي خرجوا زكاه الفطر تاعهم من قبل، تخاف على روحك، تخاف على روحك. قد اصلت وفصلت في هذا الامر، كان وعدت فرصه ان شاء الله سنبين بالدليل مش كثره. كان عنده سؤال ولا نختم يا جماعه؟ جعل الله من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك في هذا المقام ان نصادف ليله القدر ونحن نسالك ونحن ندعوك ونسالك يا رب ان تكتبنا عندك من المحسنين واجعلنا من اهل جنه الرضوان جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم احشرنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يا ربي اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، انك ولي ذلك والقادر عليه. يا رب يا رب يا رب اغفر لابائنا وارحمهم، اغفر لابائنا وارحمهم، اغفر لابائنا وارحمهم، اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. يا ربي انا نعلم انه لا يعجزك شيء. صلى الله وسلم.